سلام. وبدون أي مقدمات، هذه منتجات اليمن الأفضل والأجود عالميا، والطلب عليها طبعا خارج البلاد بشكل كبير. وأنا اللي أعرفه أنه أي بلاد أهلها يفتخروا ويحاولوا يحسنوا من سمعة منتجات بلادهم، وإحنا باليمن البعض يحاول يشوه ويخرب من سمعة منتجاتنا الوطنية، بالرغم أنه ما عاد باقي لنا بهذا البلاد إلا منتجاتنا الوطنية. فيا ريت إن إحنا نحاول نحافظ عليها وننتقد انتقاد بناء. تعرفوا إيش يعني انتقاد بناء؟ مش نشوف دودة في منقى ونقوم نشوه السمعة بشكل عام على المنقى باليمن كامل. إذا كان في مزرعة من المزارع انضرب عليهم أشجار المانجا، ما نعممش على الكل ولا تشتروا ومنتجاتنا أسوأ منتجات. بالعكس، هذه المانجا يبحثوا عنها ويدوروها خارج البلاد بشكل كبير، فلا تشوهوا بسمعة منتجاتنا من شان مزرعة واحدة انضربت على مزارع. اتقوا الله وحاولوا تحسنوا من سمعة منتجات بلادنا. وأنا أعتقد إن قد إحنا أكثر بلاد فيها انتقادات وتشويه بالسمعة. حرام نحارب الحاجة الطيبة اللي باقية بهذه البلاد. أتمنى إن إحنا كلنا نعمل حملة ونحاول من تحسين صورة منتجاتنا الوطنية. طبعا بين أيدي أبناء اليمن ثروة وكنز كبير. هذه المنتجات، هذا كنز أتمنى إن إحنا نحاول نحافظ عليه بجانب البن اليمني وبجانب الزبيب والعنب. أتمنى إن إحنا نحافظ على المنتجات ونحاول نحسن وننتقد انتقاد بناء، بحيث إنه يعني نحاول إنه تكون المنتجات إلى الأفضل. وشوفوا على حلاوة ولذاذة يا طعماه، يعني بالأمانة. شوفوا ويا سلام. أما لو اجتمع العسل البلدي مع المانجا، شوف 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 شوف. يا سلام سلم، يا سلام سلم. عفوا، باليمين.